قبل ما ابدا الفيديو انا عاوزك تعرف انك هتشوف تحفه فنيه، حاجه كده اقل ما يقال عنها اسطوريه، رسم وتحريك واكشن ودراما، وبصراحه هتروق عليك، يمكن حتى يكون احلى انمي في الموسم ده. المهم انا عاوزك تعرف انك في الاول هتحس ان الجو مش جوك، القصه مختلفه عن اللي انت متعود عليها، بس اوعدك انك هتشوف حاجه ولا في الخيال. وعلشان كده صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تشترك في القناه علشان نقرب اكتر من 3 مليون. ويلا بينا نخش في العظمه على طول. في يوم حماسي وكله فرح وطبول، كان الكل متجمع علشان يشوفوا معركه الاساطير. ايوه، المعركه اللي هتحدد مصير عشيره لينغ وهتحولها لعشيره من التصنيف الاول. على الشمال بنشوف بطلنا فان، واللي هو معلم العشيره ديت، مؤسسها كمان وعنده قدرات اسطوريه، وبيتحكم كده في حوت عملاق ومحدش هيقدر عليه. اما اللي على اليمين ده فهو الشخص اللي هيختبره، هو بيقدر يتحكم في قرد عملاق بطاقه ناريه معاكسه للحوت ده. بالفعل بتبدا المعركه وبيبدا الجمدان، الاتنين بيهجموا على بعض بقوه جباره ومحدش مصدق عينيه، ضربات يمين شمال من كل حته، واللي واقف في المكان بيطير. الميه بعدها بتنزل على الجمهور ومحدش مصدق المتعه اللي عينيهم شايفاها. فان بقى هو كمان بيطير لفوق كده وبيقول ما بدهاش، بيضم ايديه الاتنين جنب بعض وبيضرب ضربه زلزله المكان بالكامل. الفنان القتالي اللي تحت لما بيشوفه ما بيستناهوش يكمل، بيطير عليه وهو في نص الهجوم وبيحاول القرد بتاعه الوحش من النار. الكل بيتفرج على العظمه ومحدش مصدق الشرار. الراجل بيضرب ضربه قويه جدا ناحيه فان، والكل خلاص قال ان دي نهايته، خلاص الطلاب بتوعه وكل اصدقائه مش عارفين ايه اللي هيحصل له. بس تخيل ان حاجه هتحصل له، لا والله، فان بيجمع كل قدراته في حته واحده وبيطور الحوت ده. ايوه، الحوت شكله بيتغير وجسمه بيكبر وبيمتص الهجوم اللي عليه. الراجل ده بيهجم عليه من جديد، بس خلاص الحوت قوته عدت الحديد، بيمتص كل هجماته وبيرد له الهجوم. واخيرا حانت نهايه المعركه، الاتنين بيجمعوا كل طاقتهم وبيهجموا على بعض بالضربه الاخيره. الطاقه الناتجه منهم ملت المكان بالكامل، الضربه بتخلص وبوم، فان الفايز في القتال. ايوه، الحوت بتاعه هو اللي كسب، واخيرا عشيرته هتعلى من جديد، هيحقق امل اسلافه وهيرجعوا عشيره محترمه. بس فجاه الحوت بتاعه خرج عن السيطره، طاقه مظلمه بتحيط بيه، بتدمر كل اللي حواليها، بتغير شكل الحوت وبيبدا يقتل في كل الناس في المدرجات. فان بيحاول يلغي الاستدعاء بتاعه ولكن برضه مش عارف، الحوت هو كمان اتضاير ناحيته وهوب قتله. ايوه، فان خلاص مات وشرط حياته بيمر قدامه، بيشوف كل حاجه عاشها والعشيره اللي قضى عمره كله بيحاول ينميها، بيشوف كمان اصحابه وهم حواليه وكل الناس اللي ساعدته في طريق وصوله لهنا، بيشوف كمان مشهد لنفسه وهو بيقاتل والحوت بيتحول بعد المعركه بتاعته، بيدمر حلمه قدام عينيه. الكل بيبعد عنه وبيسيبوه وهو قاعد لا حول ليه ولا قوه، عاجز عن الوصول ليهم ومش عارف ايه اللي حصل وصله لكده، بيغمض عينه والتساؤلات ملياه. وخلاص البطل مات، بس بوم، الواد لما بيفتح عينه بيتصدم. ايوه، ده لسه ما ماتش وعايش وموجود كمان في الغابه. بيروح علشان يشرب، وهنا كانت المفاجاه، بيلاقي نفسه اتبدل مع شخص تاني ومش عارف ايه اللي بيحصل معاه. الناس كده واقفين في الغابه ولما بيشوفوه على طول بيقبضوا عليه، بيتحبس في الاوضه ديت والتساؤلات مش سايباه وعماله تكتر اكتر واكتر. بيقول انا متاكد اني كسبت في المعركه، بس حد استخدم سحره على الحوت بتاعي علشان يتحول لكده، انا لازم اعرف مين ده وانتقم منه. ايوه، انا لازم احرر نفسي حالا وادور على كل الادله. بيستخدم قوته علشان يطلع الوحش الاسطوري بتاعه ويهرب من المكان، وهوب، ده ايه ده؟ بيخرج له كلب ونبته صغيرين كده، والواد مش مصدق عينه، ده اللي هو فيه وحوش ضعيفه كده. بيشوف قوتهم والكلب ده قوته حمام. والله زي ما قلت لك كده، ده كل اللي عنده. اما النبته ديت فشكلها ممكن تبقى مفيده شويه، ولكن انا مش عارف هي بتعمل ايه. عامه استخبوا انتم دلوقتي علشان الحارس جاي. فعلا الحارس بيجي وبيفك فان وبياخدوا على مكان الزعيمه بتاعتهم. الواد بقى كان فك نفسه اثناء ما كان ماشي ودخل علشان يكلم البنت دي، هو طبعا مش عارف اي حاجه ولا عارف اللي جابه هنا من الاساس، ولكن بيتضح ان صاحب الجسم ده كان حاول يتحرش بالزعيمه ديت وحط لها مخدر في الشاي علشان يعني يروق الاداء، بس طبعا ما عرفش يعمل حاجه، والحراس قفشوه. هي حاليا هتنتقم منه، بتقول له انت مفكر ان بعملتك ديت هموتك وخلاص؟ لا، ده انا هسيبك عندي عبد علشان كل ما ازهق من حاجه اطلع عينيك. الواد بيقول لها وليه الشر يا ستي، ده الطيب احسن يعني. بيتسحب عند الباب وخلاص هيمشي من المكان، بس البنت بتقول له مين قال لك تمشي من قدامي؟ بوم، بتطلع الوحش بتاعها وبتهجم عليه. الواد بيطير يتخبط في الارض وبيقول لها مش هسكت لك، بيطلع الاسود بتوعه من وسط الدخان وخلاص هيبدا الجمدان. البنت اول لما بتشوفه ما بتقدرش تمسك نفسها وبتبدا تضحك عليه، ده وحوش اللعبه دول، انت مصدق نفسك ولا ايه؟ الواد طبعا بيموت من الاحراج اللي هو فيه وبيقول لها هتشوفي دلوقتي. البنت فعلا بتهجم عليه بكل غباء، والكلب هو كمان بيهجم على التعبان، كان خلاص هيتمسك، بس بوم، فان بيتحكم في الكلب بكل براعه، بيزود سرعته بيخليه يتفادى هجمات الوحش. والبنت واقفه مش قادره تفهم اللي بيحصل ده، هو مش ده فنجل فاشل؟ ازاي بقى عنده المهارات ديت كلها؟ الواد هو كمان ما بيسكتش على كده وبس، لا ده بيستخدم النبته وبيرجعها لورا، بوم، بيسيبها
عليها. الضربة كانت جامدة جدا وطيرت التعبان وخلاص النبتة هتكتفه، بس البنت بتزود طاقة الوحش علشان يقدر يضربهم. فعلا بيمسك النبتة وخلاص هياكلها، بس فان بيخلي النبتة تكتفه في المكان وبيطلع الكلب عليهم من فوق. واحلى مسا عليكم يا جدعان. البنت بتتهان للمرة التانية وبتتعصب على الاخر منه، بتفعل كل قوتها علشان تقتله، والتعبان فعلا شكله بيتغير، بيحرق النبتة ديت وبيرميها بعيد. الكلب هو كمان بينضرب، وفان مش عارف يعمل ايه مع البنت ديت، بتهجم عليه بهجوم اخير، بترميه في البركة اللي وراه، خلاص هيموت. الواد بقى كان زعلان جدا وطاقته خلاص بتروح، بس فجأة بيشوف السمكة ديت. ايوه دي نفس نوعية السمكة اللي طورها قبل كده وبقت حوت عملاق، على طول بيطلع من البركة والسمكة واقفة جنبه. البنت لما بتشوفه بتفضل تستهزأ بيه وبتقول له انت مفكر انك هتقدر تسيطر على السمكة ديت وتحاربني بيها؟ ده في احلامك يالا. السمكة ديت زمان ايوه كانت واحدة من اقوى الوحوش، ده حتى كانت بتتحول لحوت، بس في معركة القمة اللي فاتت من سنة الحوت قلب على صاحبه خلص عليه، ومن يومها ما عادش حد بيقدر يخرق قوتها وقتلوا كل انواع السمك ديت، وتقدر تقول ما عادش غير السمكة ديت في القارة كلها. فان لما بيسمع الكلام بيتصدم لانهم عملوا كده، بيقول لها ما تكتريش في الكلام وهجومي يلا علشان انا جبت اخري. البنت بتستغرب من طريقة كلامه وبتهجم عليه كل غباء وبنية القتل، بس خلاص الواد فاق ومع السمكة اللي هتكسر الدنيا وبيمسك التعبان من بقه قدام وبيخلي السمكة تشفطه من ورا. البنت كانت واقفة مش مصدقة اللي شايفاه، والسمكة بتشفط التعبان كله في لمح البصر. بعدها البنت بتقع على الارض خسرانة، وفان بيطلع من البحيرة علشان يودعها، بيشكرها على الوجبة الدسمة ديت وبيطلع يجري قبل ما الحراس يجيبوه. الحراس طبعا بيطلعوا يجروا وراه، ولكن على مين؟ ده فان ابن المعلمين، بيهرب منهم بكل سهولة وبيستخدم النبتة كمان. واحلى مسا عليكم يا جدعان. الصبح الحراس بتعتذر من البنت علشان ما يقدروش يمسكوا الواد ده. البنت بقى لما بتسمع الكلام ما بتقدرش تستحمل وبتفضل تشتم فيهم، وده علشان زلها للمرة الرابعة صديقي، وابلعي بقى وكفايه عليكي كده. بتفضل تعيط من القهرة اللي هي فيها، بس فجأة اخوها بيوصل على المكان، بيوصل علشان اخته زعلانة وبيقول لها مين اللي عمل فيكي كده. البنت بتحكي له على كل حاجة وبتعرفه كمان ان الواد ده قدر يستخدم سمكة السلور ويمكن كمان يبقى اقوى مني. اخوها بقى بيطمنها وبيقول لها يا ستي ده مستحيل، السمكة ديت محدش يقدر يطلع قوتها غير واحد بس في العالم، ايوه هو فان، واصلا هو مات من سنة. اما العرة اللي اخد السمكة ده فما تقلقيش منه، انا شوية وهخلص لك عليه. تمام اخته بتقول له تمام، ولكن قلبها مش مطمن. عندها حق يا صديقي، لان الوحش اللي مع السمكة دلوقتي هو نفسه اللي حولها لحوت زمان، بيمشي فيها طاقته بالكامل وبيطلعها علشان ياكد العقد ما بينهم. السمكة فعلا بتسمع كلامه وشكلهم هيخربوا الدنيا. بعدها بقى وتاني يوم فان بيوصل عند المكان ده علشان يجيب حاجة تنقله المكان الطائفة بتاعته. الراجل اللي واقف بيطلب منه الكلمة السرية وفعلا فان بيقولها له، بس المشكلة ان الراجل مش لاقي اسم عشيرته وسط الكتاب، بيفضل يدور لحد لما فعلا بيلاقيها، والمفروض انها علشان عشيرة من الدرجة التانية. فان ياخد نسرة وسيلة مواصلات سريعة زي ما كان متعود، بس الشخص ده بيقول له للأسف مش هينفع، انت عشيرتك نزلت لحد التصنيف الرابع واخرك تاخد حتة خنزير. الواد فعلا لما بيسمع الكلام ده بيتصدم وبيركب الخنزير وبيتجه بيه بسرعة ناحية العشيرة بتاعته، بيحس ان في حاجة كبيرة هتحصل هناك. وفعلا في الطائفة كان في مجموعة من قطاع الطرق هجموا عليهم علشان يستولوا على المكان ده، ضربوا كل الطلاب وقتلوا وحوشهم وخلاص هيقتلوهم كلهم. بس في الوقت ده صاحب فان بيتدخل وبيقرر يستدعي الوحش بتاعه علشان يخلص عليهم. وحشه كان عبارة عن قطة سريعة وبتضرب كل الوحوش ومش سايبة اي حاجة في طريقها. الراجل ده بقى بيحاول يقتلها باستخدام السحلية ديت، بس ده عندها يلا القطة بتمتلك قدرات تفوق الخيال وبتخلص على كل الوحوش في لمح البصر. بعدها بترجع للملك بتاعها بكل فخر، والواد بيقول لهم حلو الكلام ده، يلا بقى مشوا من هنا بالذوق علشان ما تموتوش زي الوحوش بتاعتكم. العصابة كانت واقفة عاملة نفسها بتسمع الكلام، والواد ده شغال يهزق فيهم وبيتقنعر علشان هزمهم، بس زعيم العصابة ده بيستخدم ايده من ورا وبيوجه هجوم ناحية البنات، كان خلاص هيقتلهم. القطة على طول بتشوف الهجوم وبتجري بسرعة تضربه، بس السحلية من وراها بتظهر بوم بتقتل القطة قدام عينيهم. هارو شاف قطته بتتقتل وما عادش مصدق اللي بيحصل، بيجري عليها علشان يلحقها، ولكن كان خلاص الاوان فات. ايوه القطة اللي بتحميهم خلاص ماتت وما عادوش يعرفوا يعملوا حاجة. فان في الوقت ده كان خلاص قرب على القرية وفعلا بيشوف المشهد ده قدامه، بيشوف العصابة بتضربهم وما حدش قادر يعمل اي حاجة. العصابة هي كمان بتقرب من هارو علشان يقتلوه. البنت دي بتدافع عنه وبتحاول بس تحميه، بس بوم الكلب في المكان. ايوه فان هو كمان وصل وهيكسر العصابة ديت. العصابة فعلا لما بتشوفه بيستغربوا وبيسألوا انت مين، امشي من هنا علشان ما تحصلش الموجودين. ولكن تخيل ان فان هيسيب حد يلعب في الطائفة بتاعته؟ لا والله، بوم بيخلي الكلب يهجم عليهم والسحلية بتصد الهجوم. على السريع بيديها الهجوم التاني وبتترمى في المكان. العصابة على طول بتخاف وبيطلعوا كل الوحوش التانية اللي معاهم
علشان يهجموا عليه. الواد بقى كان سهل عليه يخلص عليهم باستخدام السمكه، ولكن ايه اللي يعمل كده قدام اعضاء الطائفه؟ وفعلا طلع بره المكان، خلص على كل الوحوش. الغلابه بيجروا وراه ومفكرينه خلاص مات. قال بص يالا انت وهو، اللي هيجي هنا تاني مش هيروح سليم. العصابه طبعا بعد ما شافت قوته استسلموا في الحال وطلعوا يجروا وقعدوا يبرطموا في الكلام. بعدها فان بينزل على البوابه، ولين غاول لما بتشوفه بتجري عليه تشكره. لسه ما كملتش الكلمه وبوم راح الواد حاضنها. قال لها انا فرحان جدا علشان شفتك من جديد. البنت طبعا مش عارفه هو بيعمل كده ليه وبتساله انت مين. فان لسه راح يقول لها، وبوم بيفتكر ان هو اتعرض للقتل مره قبل كده بسبب خاين. بيخاف يدخلها في حواراته وما بيرضاش يقول لها حاجه. بيقول لها معلش فكرتك حد تاني وحضنتك بالغلط. بيدخل بعدها جوه الطائفه ويا لها من حسره، الكل انضرب ووحوشهم ماتت وحتى هارو مش قادر يتحرك. فان بيشوفه وبيفتكر ذكريات الماضي لما اول مره لقى القطه ديت، كان فرحان جدا بيها. بيشوف بعدها نظره الكسره في عينه وبيعرف قد ايه هو في موقف صعب. لينغ على طول بتروح تطمن عليه، بس الواد بيسيبها. بيقول لها انا اسف، انا هخرج بره الطائفه ديت، انا خلاص ما عدتش اقدر استحمل اكتر من كده. لينغ بتحاول تخليه يرجع عن قراره، بتحاول تهديه، بس الواد خلاص فقد الامل. وبيقول لها الطائفه ماتت لما المعلم مات من سنه، احنا مش هنقدر نعمل اي حاجه من غيره، انت كمان لازم تسيب الطائفه ديت. فان بقى لما بيسمع الكلام ده بيتكسر قلبه. حلمه اللي قضى عمره كله بيبنيه بيتهد قدام عينيه. بيحاول يوقف هارو وبيوعده ان هو هيساعده في بناء الطائفه، ولكن خلاص الواد فقد الامل بشكل نهائي وبيخرج من المكان وهو زعلان. كل اعضاء الطائفه بيخرجوا وراه وما عادش غير رينج بس اللي جوه. الكل بيضير وشه للطائفه وبيأدوا طقوس الوداع. فان مش قادر يستحمل، بيقع على الارض يترجاهم يدوله فرصه تانية وهو هيصلح الامور، بس خلاص الكل اتخلى عنه من جديد ومش عارف هيعمل ايه. لحظات حزينه ومؤثره وقصه ولا في الخيال صراحه. استنوا الجزء التاني منها علشان تعرفوا فان هيعمل ايه. المهم تاني يوم كل اللي فاضل في الطائفه بيتجمع ومعاهم طبعا فان. بيقعدوا ياكلوا وهم زعلانين جدا ومش عارفين ايه الخطوه اللي جايه علشان يعملوها. الواد ده بقى على طول بيحط الاكل من ايده وبيقول لهم اللي عدى خلاص فات، احنا دلوقتي لازم نبص للمستقبل ونعين حد يكون القائد علينا. فان بقى كان مفكره يختاره، بس الواد بيروح للينج وبيقول لها ايه رايك يا زعيمه. الكل طبعا بيوافق بحكم انها قبلهم كلهم وبيرحبوا بالفكره. بيروحوا بعدها معاها يدولها التحيه، والبنت كانت متوتره وقلقانه في الاول بس بتشجع نفسها وبتقبل المنصب. وايوه انا مش هسيب عشيره لينج تنزل وازعل المعلم بتاعي. بعدها العيال بيروحوا يفكروا على اول حاجه المفروض يعملوها، ولينج بتقول لهم ان بعد المعركه اللي فاتت كل الحيوانات بتاعتنا اتقتلت، ما عادش معانا اي حيوانات سحريه. بتطلع الخريطه ديت وبتقول لهم على الاماكن اللي ممكن يلاقوا فيها اي حاجه. بس بقى تخيل ان فان هيسيبهم يدوروا هنا؟ لا والله، بوم الواد بياخدهم على مكان كده محدش عارفه. بيوصلوا عند الجرف ده وفان بيقول لهم شوفوا كده في حد ورانا ولا ايه؟ العيال بتقول له مفيش من هنا، والواد بينزل بسرعه على التل من هنا. بعدها طبعا بيكونوا قلقانين عليه جدا، ولكن لما بيشوفوه بيطمنوا. بعدها بينزلوا وراه وطبعا الكل بيستغرب علشان فان اصلا عارف المكان ده، ولكن الواد بيتوه عليهم في الكلام وبيقول لهم عنه اي حاجه. بيحكي لهم بعدها عن الوحوش ودرجاتها وان اقل حاجه هي القطه، بعدها النمر ثم الباندا واخيرا التنين. بيعرفهم كمان ان المكان ده نادر نلاقي فيه اي وحوش قويه، وعلشان كده ما تخافوش يعني. بس البنت ديت بتشوف ثعلب صغير كده عنده 3 ديول وبتقول لفان عليه. الواد بقى اول لما بيشوفه بيتصدم وبيعرف ان في حد في المكان هنا. الحد فعلا بيهجم عليه وفان بيتفادى الهجوم بالعافيه. الواد ده بيقول لهم انتم مين وعرفتم المكان ده ازاي؟ انا مش هرحمكم. العيال وقتها بقى كانوا عارفين ان هم ما فيش معاهم وحوش قويه، وعلشان كده بيمثلوا عليه ان هم يكسروه. الواد فعلا بيقلق والعيال بيزودوها. الواد بيخاف وبيقول لهم خلاص براحتكم، بس ما حدش ليه دعوه بيا. بيدخل جوه المكان اكتر والعيال بتجري وراه. بيوصلوا عند زعيم المكان وهو الباندا ده. بيبداوا في المواجهه بكل شراسه، والباندا ما كانش بيهزر، كان عنده قدرات اسطوريه وبيقدر يعمل وهم وبيخليهم يعيشوا فيه. العيال بتفضل تحارب فيه بكل قوتها، ولكن الباندا ده كان جامد ومش قادرين يعملوا معاه اي حاجه. وعلشان كده فان بيستدعي الكلب بتاعه وبيقول له يهجم عليه. الكلب ما كانش بيتاثر بالوهم اللي عمله الباندا، وعلشان كده ما فهمش الكلام. الكلب فضل قاعد مستنيهم يضربوا في بعض اكتر، ولما استوعب اللي بيحصل راح من ورا الباندا وبوم ضربه. ايوه فاز عليه في القتال. محدش طبعا كان مصدق عينيه، والواد ده بقى على طول بيستخدم الحبل وبيكتف الوحش. بعدها بيجري ياخده منهم وبيخلع من المكان. العيال بتحاول تجري وراه، ولكن الواد خلاص هرب وفلق من المكان. بعدها العيال بيزعلوا جدا وما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه. في نفس الوقت ده كان الواد اللي سرق الباندا دخل على المكان هنا، راح لرئيس الحراس يانج اللي هو خاطف الحيوان بتاعه التاني، وكان وعده ان هو لو اصطاد حيوان بداله هيرجع له الثعلب بتاعه. بالفعل جم بيعرفوا ان هو خلاص وفى العقد والمفروض يرجع له الثعلب
الطلب بتاعه. يانج بيضحك عليه كده وبيقول له تمام زي ما اتفقنا هديلك اللي انت عاوزه، وبيدخل حاجه كده في الظل بتاعه. الواد يا عيني زي العبيط بيجري على الوحش بتاعه ولسه رايح يفكه، بوم الثعلب التاني بينضرب معاه. الجنود بتهجم من كل اتجاه وجوم مش عارف ايه اللي بيحصل هنا. بيزعق يانغ علشان يحوش الجنود بتوعه، بس انت ما تعرفش انت بتكلم مين ولا ايه. ده يانغ زعيم الحراميه في المنطقه، بيخلي الحراس يهجموا عليه من كل اتجاه، والواد كان مسيطر عليهم في الاول ومحدش قادر يقرب منه. في الوقت ده بقى يانج بيطرقع صابعه وعينك ما تشوف الا النور. الوحش بتاعه بيطلع من ظله جون وهي واحده بس بتجيبه تحت رجليه. اعرف مقامك يا فلاح انت. الصبح بقى العيال ما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه، وبيقرروا ياخدوا اي وسيله مواصلات ويدوروا على وحوش في حته تانية. بس الراجل ده بيعرفهم ان الخنزير اللي حيلتهم اتاخد امبارح، واللي خدوا بقى ما رجعوهوش لحد دلوقتي. فان بيعرف ان الكلام عليه وبيقول لهم خلاص عندنا الحوار ده، معايا شويه فلوس تعالوا نشتري بيها وحوش من السوق. العيال فعلا بتروح معاه ولينج بتختار الفرشه ديت، سعرها كان عالي والبياع مزود في السعر عليهم. جيون بقى بتمسكه تفاصل معاه وبتخليه يديها لهم ببلاش حرفيا. الواد ده هو كمان بيختار وحش كده والدنيا اخر روقان. بيخلصوا ماشي في السوق وبيكونوا بقى خلاص مروحين، بس فجاه البياع ده بينده عليهم وبيستهزأ بيهم علشان هم من عشيره لينغ. العيال طبعا بتتعصب، بس فجاه بيشوفوا الباندا في المكان. ايوه بيشوفوا كمان الثعلبين بتوع جون وما بيكونوش عارفين هو ايه اللي حصل. البياع ده بقى بيقول لهم يمشوا يلا علشان ما يصدعوش اكتر من كده، بس الواد ده بيعمل عليه خدعه وبيخليه يفكر ان الباندا هرب منه. الراجل بيفتح البوكس يدور عليه وهي واحده بس بتنسيه هو مين. بيفرحوا بعدها اخيرا ان الباندا خلاص اتحرر، وجيون بتتقدم عليه علشان تخليه الوحش بتاعها. الباندا كان رافض في الاول بس بسبب اصرار البنت وعزيمتها بيضطر ان هو يوافق. البنت فعلا بتعمل العقد معاه وبيكون الحيوان التابع ليها. بيفكوا بعدها الوحوش بتاعت جون ومحدش عارف هو ايه اللي حصل له، بس الوحوش بتعرفهم باللي حصل وانه عمل معاهم كده امبارح غصب عنه. هو حاليا محتجز عند يانغ وبيطلبوا منهم المساعده علشان يطلعوه. العيال طبعا عارفين ان حالتهم دلوقتي زي الهباب وهم اللي محتاجين المساعده اساسا، وعلشان كده بيرجعوا لمكان الطائفه يفكروا هيعملوا ايه. فان بقى لما بيشوفهم في الحاله ديت بيدي اللينج رساله وبيقول لها انا لقيت عليها اسمك. البنت اول لما بتشوف الخط ده بتعرفه، ايوه دي رساله من فان رئيس الطائفه. على طول بتقراها وبتلاقيها دلاله على مكان موجود في الغابه. بتروح على هناك وبيلاقوا الشنطه ديت في رساله كده موجوده فوقها، ولينج بتبدا تقراها. البنت مش مصدقه عينيها وعماله تعيط، بتتاكد انها بالنسبه للمعلم ما كانتش طالبه عنده بس، دي كانت بالنسبه له زي بنته اكتر كمان. فان بيقول لها انا عارف حاليا اني هكون ميت وانت بتقراي الرساله، يمكن كمان احوال الطائفه تكون وصلت الحضيض، بس انت الوحيده اللي هتقدري ترجعيها زي الاول. ايوه انت اللي هتقدري تخليها اقوى طائفه في العالم وتحققي الحلم اللي انا ما عرفتش احققه. سبتلك في الصندوق ده شويه حبوب للطاقه هتساعدك في بناء قوتك. انا عارف انها مش حاجه قدام المصاعب اللي هتقابلك، بس حبيت اكون الكلمه اللي هتبداي بيها السطر بتاعك. وبعدها بتخلص الرساله. البنت طبعا بعد ما بتقراها ما بتقدرش تمسك نفسها وبتنهمر في البكاء، وشكلها كده عرفت هتعمل ايه. المهم لحد هنا بيخلص الجزء الاول من الانمي بتاعنا. لو عاوز الجزء الثاني اكتبولي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم. ويلا سلام سلام سلام. لو ما اتفرجش على الجزء اللي فات من حكاية فان فروح شوفوا الأول. الجزء اللي فات كان دمار، ولكن اللي جاي هيظبط الحوار، فصلي على النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نكمل الحكاية. بعد ما لينج بتخلص قراءة الرسالة بتاخد القرار وبتقرر تروح تلحق جون وتنقذه. في الوقت ده فعلا كان يانغ بيعذبه والواد مش قادر يعمل أي حاجة. تخيل بقى إنه هيفضل يتعذب كتير. لا والله بيوصل الفريق بالكامل وبيخلصوا على كل الحراس، وأخيرا بيوصلوا عند الغرفة اللي فيها جون. على طول بيحرروه والوحوش بتاعته بتجري عليه علشان وحشهم. جون بقى لما بيشوفهم بيستغرب علشان لحقوهم ما سابوهوش هنا. بيسألهم ليه عملتوا كده بالرغم اني خدعتكم المرة اللي فاتت. فان بيقول له سهل قوي، علشان احنا هنسرق كل حاجة في المكان ده ومحتاجينك يعني تساعدنا. الواد بيضحك كده على الكلام وبيقول لهم خلاص تمام، وشكلهم هيخربوا الدنيا يا صديقي. على طول بقى بيقسموا نفسهم، وجزء منهم هيروح يحرر كل الحيوانات المسروقة، وفان والحيوانات بتوعه هيروحوا على الخزنة. في الوقت ده بقى كان يانغ واصل على المكان وشاف الحراس وهم مرميين على الارض، فهم خلاص كل حاجه. فان بقى هو كمان كان بدا يدور في اوضه الكنوز. هو ده ايه الحلاوه ديت، دماغه رايقه ومفيش حد في باله. بس فجاه بيحس بحركه في المكان. ايوه وحش الظل بتاع يانغ دخل وهو كمان دخل وراه. بيقول له انت مفكر ان اللي بيدخل حتتي هيطلع بالسهل كده؟ ده في احلامك يالا. فان مش قادر يحدد مكان الوحش، هو بيحاول يجري منه في كل حته، بيحدف عليه اي حاجه في وشه علشان بس تعطله، بس هو ما بيسمعش صوت حاجه بتتكسر
اتكسر وبيبص كده وراه. هوب، ده ايه الحلاوه ديت؟ بتيجي في باله فكره وبيقلب المكان على دماغه، ويانغي كان هيموت من الحسره على كنوزه اللي بتتكسر دي. فان بقى كان خلاص هيمشي من المكان، وهوبا الوحش ضربه في بطنه عوره. ايوه، فان كده عمره ما هيقدر عليه. في الوقت ده بقى كان الفريق التاني خلاص حرروا كل الوحوش ولسه هيمشوا من المكان. بيسمعوا صوت انفجار كده، وفان كمان بيدخل عليهم شكله مصاب وبيقول لهم عطلوه شويه لحد لما اعالج نفسي. بالفعل يانج بيوصل وبيبداوا يقتلوا، وبيكونوا سادين معاه في الاول، بيقدروا انهم يعطلوه بس في الاول. بس يا صديقي، يانغ بيستخدم كل قوته على الوحش بتاعه وبيطوره، وبيبدا ضرب في الكل محدش قادر عليه. جون والوحشين بتوعه بينضربوا، وكمان الباندا وجون بياكلوا على دماغهم. الواد ده وحشه كمان انضربوا، وما عادش غير لينج بس اللي ما حصلهاش حاجه. تخيل بان يانج هيسيبها؟ لا والله، بيمسكها قدام الكل بالوحش بتاعه وخلاص هيعصرها في ايديه. بيقول لها من النهارده عشيره لينج خلاص انتهت، النهارده كلكم هتموتوا على ايدي. لسه كان هيخلص عليها وبوم، فان بيجيب اخره. بيستخدم السمكه بتاعته بعد ما طورها، بيديله الضربه التمام والجو بيتغير، وبعدها الميه بتنزل قدامهم. لينج بقى ما كانتش مصدقه عينيها، هو ازاي بيقدر يستخدم سمكه المعلم فان؟ انا في حلم ولا ايه؟ لا انت مش في حلم يا ست البنات، ده فان بذات نفسه موجود قدامك وهيظبط الاداء. يانغ بيحاول يجمع كل قوته على وحش الظل بتاعه من تاني، ولكن تخيل انه هيقدر يعمل حاجه؟ لا والله، الواد بيكتفه بالنبته بتاعته من بعيد، والسمكه بتظهر من فوقه بتبدا تشفط في كل الطاقه بتاعته، ووحش الظل بيحاول يعافر علشان ينجو. بس خلاص يا حبيبي، دي سمكه السلور التمام اللي هتنهي وتخلص الكلام. الوحش فعلا بيمتص بالكامل، والنواه بتاعته بتقع على الارض، لازم يكسروها في الحال. يانغ بقى بيحاول ياخدها ويهرب من المكان علشان يصحي وحش الظل تاني، وهوب جون بيستخدم الوحش بتاعه بيمسكها، بس يانغ بيستخدم قوته بيقدر يضربه، بيوقع النواه منه. خلاص كان رايح ياخدها، فان بيجري عليه بكل قوته علشان يكسرها، بس يانغ بيستخدم قدراته من تاني وبيوقعهم على الارض. بيقول لهم محدش هيقدر عليا، ايوه النهارده انا هقتلكم كلكم. فان بيحاول يبص على اي حد يخلص على البلوره، ولكن مفيش حد في المكان فايق، الكل خلاص واقع، استسلم لامره الواقع وخلاص الكل هيموت. بس فجاه بنت بتظهر كده من فوق السطح، بوم بتخلص على النواه ديت. يانغ لما بيشوفها بيتعصب وبيحاول يهجم عليهم، ولكن البنت بلفه سريعه جدا بتريحه خالص، ومحدش مصدق عينيه. فان بقى لما بيشوف البنت ديت بيتعرف عليها، ايوه دي كانت مربوطه في مره كده وهو راجع الطائفه وحررها هناك علشان ما تفضلش كده. بيشكرها بعدها علشان انقذتهم، والبنت بتفرح جدا وشها بيحمر منه وبتطلع تجري من المكان، وشكلها كده معجبه بها صديقي. المهم بعدها بيقسموا الكنوز ما بينهم بالعدل، والواد ده كان عاوز يطمع شويه. تطمع مين يالا؟ ده الكلب موجود، بياخد اقل واحد في الشله وبيطلع يجري من المكان. وبعدها فان بيشوف وحش صغير كده وبيعجبه، بيستخدم قوته عليه علشان يضمه ليهم، والوحش فعلا بيسمع الكلام وبيكون العقد معاه. بس فجاه فان بيحس بحاجه غريبه في جسمه، بيغمى عليه من الوجع. بياخدوه الطائفه ينام، وبعدها بيصحى وهو مش فاكر اللي حصل. بيطمنوه ان مفيش اي حاجه حصلت، وجون بتقول له شويه وهعمل لك الفطار علشان تفوق. فان بقى بيستغل ان محدش هنا وبيستخدم قوته علشان يطور الوحوش اللي معاه. بيخلص دنيته وبيقرر يطلع علشان يقابل لينغ ويشرح لها اللي حصل بالكامل، وازاي يعني هو قدر يستخدم سمكه السلور اللي هي خاصه بالمعلم بتاعها. بيروح عندها فعلا وبيلاقيها قاعده بتعيط، وكانت في قمه الحزن، واقفه كده جنب تذكار المعلم بتاعها، وشكلها كده افتكرته يا صديقي. بتقعد مع فان وبتساله عن كل اللي حصل، وازاي انت قدرت تستخدم السمكه ديت. الواد بيحكي لها القصه بتاعته بالكامل، وانه وقع في بحيره في الصدفه ولقاها وكل الكلام ده. البنت وقتها بتقول له تمام، ولكن باين عليها الحزن جدا. بتقول له بعدها انا مش عارفه ليه انت بتفكرني دايما بالمعلم بتاعي، طريقه كلامك وحتى مشيتك زيه، والنهارده لما شفتك بتستخدم السمكه ديت حسيت بشعور غريب كده، وكأن الامل رجع للطائفه من تاني. انا بس عاوزك تعرفني الحقيقه، وهل انت تلميذ المعلم او حتى صاحبه، او انا حاسه انك المعلم بتاعي؟ بالله عليك عرفني الدنيا بالكامل. الواد وقتها بيتصدم بالكلام ومش عارف هيعمل ايه، وشكله كده وقع في الفخ يا صديقي. المهم لحد هنا لو ما اتفرجش على الاجزاء اللي فاتت من حكايه فان فروح شوفها الاول. في الاجزاء اللي فاتت من الحكايه شفنا ازاي قدر فان ينقذ جون من وكر الحارس ده، وكمان شفنا قتاله الجامد وتطويره لسمكه السلور لحد اخيرا لما وصلت للدرجه دي. اخيرا شفناه بعد ما قعد مع لينج علشان تستجوبه، قالت له انت تصرفاتك واسلوبك وكلامك زي المعلم بتاعي بالظبط، فهل انت ليك علاقه بيه؟ فان طبعا كان متوتر ومش عارف يرد عليها، وشكله خلاص هيتكشف. بس تخيل بقى ان هو هيقول الحقيقه، ده اللي هنعرفه في الحلقه دي. فما تنساش تشترك في قناتنا وتفعل الاشعارات، ويلا بينا نكمل الحكايه. بعد ما لينج بتوقع فان في الكلام، الواد ما بيعرفش يرد عليها ولا بيعرف هيقول لها ايه. بيحس كمان باتنين بيتصنطوا على الباب، هو بيقول في باله كده انا مش هسيب الخطه بتاعتي تتكشف، ايوه انا لازم اعرف الجاسوس اللي خاني زمان. وبيتوه على لينج في الكلام، بيقول لها على حكايته مع البنت الاولانيه، وانه هرب منها بعد ما حاولت تقتله. العيال اللي بره على طول لما بيسمعوه بيدخلوا بالحبال وبيطلعوا بره في الحال، هو بالراحه
بالرغم ان شكله بقى عرة بعد اللي عرفوه، بس اعتقد ان ده انتصار ليه يعني. المهم بتمر الايام وبيحين موعد البطوله القوميه، والبطوله ديت جامده جدا بتضم معظم العشائر، واللي بيفوز فيها بيحصل على هدايا اسطوريه. على طول فينج بتجمع الاربعه اللي معاها ويلا بينا على المكان. بيوصلوا فعلا على مكان التقديم وبيلاقوا عدد كبير جدا موجود، والكل بيبص لهم كده باحتقار، بيستهزئوا بيهم علشان اللي حصل لمعلمهم فان وشايفينهم اقل من البشر. وعلشان كده لينج بتروح على المرشد تساله ليه العدد زايد السنه دي؟ ده احنا كل سنه بنقدم وبنروح على البطوله بكل سهوله. الممتحن بيعرفها ان بسبب ضعف عشيرتكم الفتره الاخيره كل الطوائف الضعيفه جت تقدم على الاختبار، ورفعت الحجه انهم اقوى منكم، فعلشان كده هم كلهم قدامكم اهو، لو قدرتم تفوزوا عليهم فمرحب بيكم في البطوله، لكن لو خسرتم فانا مفيش حاجه اقدر اعملها معاكم. لينج طبعا بتسمع الكلام وبتكون متضايقه جدا. الشخص ده بيشوفها وبيفضل يتنمر عليها، وايوه ده شخص سرق العشيره زمان وخانهم، بالرغم انهم قدموا له مساعدات كتيره قبل كده. فان لما بيشوفه بيتعرف عليه لانه ساعده زمان لما ما كانش لاقي ياكل، ودلوقتي جاي يشوف نفسه عليهم بعد ما المعلم مات. ولكن تخيل انه هيسيبهم؟ لا والله. بوم بيطلع الكلب بتاعه وهاتك يا دعك، ابلع عياط في وشك انت كمان، وتعالى على اللي بعده. والكل كان شغال ضرب فيهم وبتنتصر عشيره لينغ بكل سهوله. بعدها فان بيروح للراجل ده بعد ما وشه ورم وبيقول له الفلوس اللي اخدتوها مننا هاخدها اضعاف منكم، بعد البطوله استنوا دوركم واحد ورا التاني. هو بيرميه بعدها على الارض ياخد العلاج، وابلع وانت شبه الفار كده. المهم الممتحن بيتصدم طبعا من القوه والجراءه اللي عند العيال دي، وبيركبوا النسر وبينطلقوا الى مكان البطوله. بتقابلهم على طول البنت ديت وبتعرفهم بقواعد اللعبه وكل حاجه فيها، وباختصار يعني انت لازم تلبس السوار ده في ايدك وما تخلعوش اكتر من 3 دقايق. كمان لو وقعت في البحر بالسوار ده فانت خسرت في المنافسه، ولو لقيت نفسك هتاكل على دماغك فعادي تستسلم، ولو الشخص اللي قدامك لمسك فهو كده كمان خسر. البطوله هتتكون من مجموعه من الاختبارات، واللي هيفوز باكبر عدد من النقاط هو اللي هيكون المنتصر. تمام؟ الكل بيقول لها تمام، وبتبدا الجوله الاولى. على طول العيال بتروح على جزيره ومش فاهمين ايه اللي بيحصل هنا. سفينه كمان بتراقبهم وعليها كل الاشخاص المهمه، واللي من ضمنهم البنت ديت واخوها. الكل بعدها بيعلن عن بدايه الاختبار، ويلا على العظمه. الجزيره اللي هم فوقها بتبدا تطلع فوق مستوى البحر ومحدش فاهم حاجه. بعدها الجناح ده بيستخدم قوته، وكرات بيضاء بتبدا تجتاح المجال الجوي وتنزل في السماء. اخيرا الكرات ديت بتنور باعمده نور تعرفهم بالمكان بتاعها، واعلى فرقه هتجمع الكرات ديت هتكون الفائزه في المرحله الاولى. تمام. بدا الكل يلم في الكرات فعلا، والواد ده على طول بيجمع واحده، التانيه كان خلاص هياخدها، بس بيظهر حيوان روحي الواحد كده وبيسرق النقطه منه، وشكلها كده هتبدا تحلو يا صديقي. النقط بتزيد مع كل فريق، وفي فريق وصل ل 18 نقطه، وده لانهم بيستخدموا خدعه ذكيه جدا. هم طلعوا الحيوانات بتاعتهم ولبسوها الاساور، وبكده الحيوان اول لما يقرب عند اي نقطه هياخدها، وكمان هيلبسوا الاساور قبل ما ال3 دقايق تخلص. بس هل الموضوع ده سهل كده؟ لا والله. واحد تاني بيشوفهم وبيمسك الوحوش ديت، وبعد ما بيبعدهم لمده 3 دقايق كده الفريق ده بيخسر نهائي وبيخرج من المنافسه بشكل كلي. فان بقى وكمان كان لاحظ اللعبه وفهمها خلاص، قال لهم بصوا كده احنا لو فضلنا بالطريقه ديت اكيد هنخسر، وعلشان كده لازم نتقسم ل4 وكل واحد فينا يروح من حته ويتجمع على الاقل 5 نقاط علشان نضمن مركز في اول اختبار. الكل بيسمع كلامه فعلا وبينطلقوا وشكلهم هيظبطوا الاداء. على طول فان بيجيب له اول نقطتين وهوبا بيحس بحضور في المكان. ايوه في فريق ظهر قدامه وشكله كده عارفهم من زمان. الكلب بقى اول لما بيشوف البنت ديت على طول بيجري عليها بينط يحضنها، وشكلها كده ليه علاقه بصاحب الجسم ده. المهم في الاثناء ديت لينغ جابت اول نقطه ليها والدنيا زي الفل، بس فجاه بيطلع من وراها 2 كده وعاوزين النقطه ديت. البنت طبعا بتفكر في العواقب اللي هتحصل لو خسرت ومش عارفه تعمل ايه، بس فجاه بيظهر الواد ده وبيكلمها. ايوه ده هو نفسه صاحبهم هارو اللي ساب الطائفه ومشى زمان. طريقه كلامه بقت مختلفه وصوته مليان غرور، وشكلها كده مش عارفه ايه اللي حصل له. الاتنين اللي كانوا موجودين ما عجبهمش الكلام وهجموا على الواد بالوحوش الروحيه بتاعتهم، بس فجاه القطه بتاعته بتظهر وبتخلص عليهم. لينج كانت واقفه مظلومه وفرحانه علشان القطه طلعت عايشه وعشان كمان صاحبها قدامها. الاتنين دول بقى بيطلعوا بقى الحيوانات بتاعتهم وبيهجموا عليهم، بس القطه برضه بتخلص الموضوع. البنت طبعا بقى ما كانتش فاهمه ازاي القطه لسه عايشه، بتبص عليها كده بتتصدم، ده شكلها اتغير ولحمها طلع وتحسها خلاص بقت زومبي. هارو هو كمان بيهجم على الاتنين دول وخلاص هيقتلهم، فبيستسلموا في الحال قبل ما يخلص عليهم. لينج طبعا ما كانتش مستوعبه طريقه صاحبها الوحشيه ومش مصدقه ايه اللي حصل معاه. الواد بقى بيعرفها ان هو انضم لجناح مختلف وعشرة اكبر، وزي ما انت شفت دلوقتي فهي خلتني اقوى، تعالي انت كمان وانضم لينا علشان تكوني بخير. لينج طبعا بترفض طلبه وبتعرض عليه هو اللي انضم ليهم، وبتقول له ان الجناح بتاعهم كبر بعد ما فان انضم لينا ومتاكده اننا هنرجع زي الاول واحسن كمان. وقتها الواد بيتعصب منها وبيقول لها نرجع؟ ده في احلامكم انتم، الطائفه خلاص ماتت مع المعلم فان وانتوا بس بقايا مستنيه الهلاك. عامه انا قدمت عرض ليكي، المره اللي جايه اللي هنتقابل فيها هنكون اعداء. وبعدها بيسيب
البنت وبيمشي من المكان. لينج طبعا كانت زعلانه علشان صاحبها مشى وما كانتش عارفه تعمل ايه. في نفس الوقت كان الواد ده ماشي ولقى نقطه قدامه وراح اخدها من هنا. بيظهر واد كده من وراه وبيقول له النقطه ديت بتاعتي. صاحبنا اول لما شافه اقصر منه بدا يتنمر عليه، بيقول له يا عم اوبا دي وقعت خبطت في الصور بتاعتي وبقت نقطتي. الواد اللي ضده بيتعصب جامد وبيقول له بقى انت بتستهزأ بيا، طب انا هوريك. وبوم بيستخدم طاقته روحيه وبيستدعي الوحش بتاعه. الواد قوته كانت كبيره جدا وعملت شعاع ملا المكان بالكامل. ده حتى السفينه بتشوف الشعاع ومحدش مصدق العبقري ده جاي منين. بعدها الوحش بتاعه بيظهر ويا الهي ده بيطلع تنين من فئه اسطوريه وشكله هيخرب الدنيا. ليون على طول اول لما بيشوف الوحش بيفتكر الماضي بتاعه، بيفتكر ابوه وعيلته لما كانوا بيتنمروا عليه بسبب ضعف قوته. بيزعل جدا وبيقوم وهو متعصب والواد خلاص بيهجم عليه. الضربه وصلت وهوبا ده ايه الكوميديا ديت. التنين خبط في صخره جنب ليون والواد ما حصلوش اي حاجه. وبيتضح بقى ان التنين ده قوته بتكون على حسب صاحبه، وبما ان الواد لسه صغير وما اتدربش كتير فتحكمه في التنين واتجاهاته تكاد تكون معدومه. ليون بقى لما بيشوف الفرصه ديت بيستغلها وبيبدا يهجم بالوحش على الواد بكل غباء. ولكن تخيل ان الواد هيسكت له؟ لا والله، الواد بيستخدم قوه التنين في جسمه وبيدغدغ دماغه. ليون بيحاول يضربه مهما يضرب ولكن مفيش فايده. ده الاسطوره ده حبيبي. الوحش بتاع ليون بينضرب وبيطير وخلاص هو كمان هيحصله. بس في اخر لحظه ابو الواد ده بيوصل وبيوقفه قبل ما يخلص عليه. بيقول له يا ابني القوه موجوده لحمايه الضعفاء مش للتنمر عليهم، وبما انك خلاص هزمته فما فيش داعي للكلام ده. لونغ وقتها بيعرف ان ابوه عنده حق ولكن بيعرفه ان هو اللي سرق النقطه بتاعته الاول وعلشان كده اتعصب عليه يعني وبدا القتال. ابوه بيقول له يا عم مش مشكله نشوف غيرها في مكان تاني، وبياخده علشان يمشي من المكان وكانهم مش فارق معاهم البطوله باللي فيها. ليون طبعا لما بيشوف المشهد ده بيتاثر جدا وبيعرف ان الواد ده عكسه وكمان اقوى منه ولازم يرجع كرامته وما يخسرش تاني. بيقف قدامه من جديد وبيقول له في المره اللي جايه انا ههزمك. لونغ بيقول له تمام وبيعترف بيه كمنافس وبعدها بيمشي من المكان. وشكلهم كده هيبقوا اصحاب صديقي. نروح بقى عند البنت جيون وهي ماشيه بتجمع في النقط هي وصاحبها الباندا ده. الواد مزاجه مش مظبوط ومش بيسمع كلامها والبنت ماشيه وراه زي العبيطه. بيفضلوا ماشيين لحد لما بيقابلوا 3 بنات وباندا بيطلع علشان يواجههم. جيون كانت قاعده مستخبيه وراه والباندا شغال زعيق علشان البنات تديله ال3 نقط اللي في ايديهم. بس غريبه يعني هم ليه شايلينها كده وما بيحطوهاش في الصور؟ ما علينا. المهم بيبدا القتال معاهم والباندا بيخلص على الحيوانات بتاعتهم بكل سهوله. جيون هي كمان بتطلع تهددهم وبتقول لهم هاتوا النقط ديت بسرعه يلا. العيال وقتها بتنهار قدامها وبيترجوها تسيب لهم النقط، وده لانهم كانوا في الاصل 4 بنات بس في واحد خطف زميلتهم الرابعه وهددهم ان هو هيقتلها اذا استسلموا او حاولوا يعملوا اي حاجه، وحلهم الوحيد انهم يسلموا له 5 نقط علشان يعني يعفوا عن حياتها. البنت وقتها بيصعب عليها البنات جدا وبتكرر تروح وتساعدهم، وفعلا البنات بتوصل عند الشخص ده وبيقولوا له للاسف ما عرفناش نجمع غير 3 نقط بس. بيترجوه يسيب صاحبتهم الرابعه بس الواد بيضغط عليها. البنت بتصوت وخلاص كانت هتموت وهوبا الباندا بيظهر وبيدغدغ دماغه. بيطير الوحش كمان وبوكس واحد بيخلص عليه. العيال بقى كانت لسه هتفرح ولكن بيشوفوا الدوده ديت بقت في رقبتها وبيتضح ان المجرم ده كان عامل احتياطاته وحاطط دوده تانية فوق العمود الفقري ولو اي حاجه حصلت هيخلص على البنت ويقتلها قدامهم. الكل طبعا اتصاب بخيبه امل وجيون ما كانتش مصدقه ان البنت خلاص هتموت بسببها. بتتعصب جامد وبتدخل في حاله هيجان وبتشوف ذكريات من الماضي بتاعها. الهاله بتاعتها بتتغير وبتمسك المجرم من ايديه وهي واحده بس بتشقلبه. بوم بتخلص عليه. الباندا هو كمان بيلحق البنت وبيمسك الدوده. وده ايه العظمه ديت يا جدعان؟ بعدها البنات بيجروا على اختهم الرابعه وبياخدوها بالحضن. اما بقى جيون فالطاقه لسه بتطلع من جسمها ومش عارفه ايه اللي بيحصل معاها. بتقع على الارض مغمى عليها والكل بيجري يشوف مالها والبنت بعد شويه بتفوق. ما كانتش فاكره اي حاجه من اللي حصل لدرجه الناس استغربت جدا لما سمعت ان هي اللي هزمت المجرم. المهم بتودعهم جيون وخلاص كانت ماشيه بس العيال بيندهوا عليها بيعرفوها انهم خلاص حبوها وبيدوا لها ال3 نقط اللي معاهم كامتنان يعني على اللي عملته. بيعرفوها كمان انهم في المستقبل هينضموا للعشيره بتاعتهم وهيساعدوها في اي حاجه. وجمال جمال يا جدعان. في نفس الوقت ده كانت اللجنه اللي بتراقب المجموعه بتشوف النقط وتوزيع كل واحد وكل حاجه. عشيره لينغا حاليا في المركز السابع وشكلهم هيظبطوا الاداء. المهم فان بقى كان ماشي هو والبنت دي لوحدهم في الصحراء بعد ما سابت الفريق بتاعها وراحت معاه. الواد بيقول لها يا ست انت مين وماشيه ورايا ليه؟ ما تشوفي مصلحتك بعيد عني وخليكي يعني مع فريقك. بس البنت خلاص لزقت معاه وبتقول له يا عم افتكر ذكرياتنا سوا، ده احنا مع بعض من زمن الزمان. الواد بيحاول يسالها اسئله عن شخصيته القديمه وبيمسك ايديها كده بالغلط وهوب اخذ الطريحه التمام. اسئلتك من بعيد لو سمحت. بتعرفه ان هو كان شخص مريض وحقير ومحدش كان بيعبره تقريبا زي ما تقول كده حساله المجتمع. فان طبعا بيتصدم اللي بيسمعه وبيقول لها تمام. بعد شويه بقى بيقابلوا صاحبهم هنا واللي بيتجمعوا اخيرا في المنحدر ده. كانوا قاعدين بيتكلموا عن النقاط والمرحله وهوبا واحد بيظهر في المكان. ايوه ده وحش عجوز عنده طاقه كبيره وعاوز ياخد النقط اللي معاهم.
جون بيقول له والله يا عم النقط خلاص بقت في السوار، ولو اتعاركنا دلوقتي فمحدش هيستفيد حاجه وهنضيع يعني الوقت وخلاص. الراجل فعلا بيسمع كلامه وبيقتنع، وكان خلاص هيمشي من المكان. بس فجاه بيجي اشعار لكل الناس انتهت الجوله الاولى وبدات الجوله الثانيه، وفي الجوله ديت اي حد السوار بتاعه هيلمس سوار الخصم فهياخد كل النقط اللي فيه. وقتها العجوز ملامحه بتتغير وبيقول له اهو كده انا هستفاد. بينزل عليهم فعلا وجسمه بيتحول وبيهجم على الواد. فان كان عاوز يقاتل ضد العجوز ده، ولكن جون بيمسكه وبيقول له يلا بينا نهرب. جون فعلا بيهرب وبيسيب الثلاثه اللي معاه في الفريق وبيخلع، وده لانهم مش ناس في الطائفه ولا اي حاجه، دول مجرد ناس اشتراهم بالفلوس يكملوا عدد وخلاص وما معهمش اي نقاط. وشكله كده عمل معاهم الجلاشه يا صديقي. بالفعل العجوز ده بيطلع على الست الكبيره وبوم بيموتها. الاثنين اللي وراها بيترعبوا من المنظر وعلى طول بيستسلموا. العجوز بقى كان عاوز يقتلهم ولكنه بيفتكر القاعده الثانيه، ولو اي حد ضرب شخص استسلم فيخسر في البطوله ويخرج منها، علشان كده بيسيبهم وبيمشي من المكان وبيحاول يلحق جون علشان يسرق كل اللي معاه. في الوقت ده الفريق كله بيتجمع اخيرا وبيشوفوا البنت ديت، بيتعرفوا عليها واسمها جيانج، وبتقول لهم كمان انها حبيبه صاحبهم فان، والكل بيتصدم. الله انت من امتى يا عم بتحب وايه الحلاوه ديت؟ المهم لينج هي كمان بتوصل وبيحسبوا النقط بتاعتهم، وحاليا معاهم 20 نقطه في المجمل، وده شيء مش وحش في المرحله الاولى يا صديقي. المهم بيفضلوا يخططوا لحوار تاني يجمعوا بين النقط من غير ما يقتلوا حد او يعملوا مشاكل مع اي شخص في المكان، وفعلا بتيجي في بالهم فكره جهنميه وبيبداوا ينفذوها. في الاول كده كان في 2 ماشيين بيدوروا على نقط في اي حته، بيشوفوا قدامهم 3 في حته واحده والعيال بيزقططوا، الحيوان بتاعهم بيجيب النقط وبيرجعها عليهم، وهوب دول بيطلعوا حجره اصلا. ايوه الباندا خدعهم والمكان بتاعهم انكشف وخلاص العيال هتتعجن. الكل بينزل ضرب فيهم مش ملاحقين الهجمات وبينجحوا ياخدوا منهم 9 نقاط. ده ايه الحلاوه ديت؟ بعدها بقى كانوا لسه يروحوا على مجموعه تانية ويعملوا فيهم نفس الحوار وياخدوا نقط، بس فجاه بيظهر شخص وبيحاصر جيانج وبيحط الوحش ده عليها. ايوه دي نفس الطريقه اللي جون شافتها قبل كده، والمجرم وقتها بيهددهم بيقول لهم لو ما جبتوش كل النقط اللي معاكم هقتلها قدام عينيكم. الكل طبعا كان قلقان على البنت وخصوصا فان اللي مش عاوزها تتاذى بسببه، وعلشان كده لينج بتدي لهم كل اللي جمعوه والمجرم بياخدها وخلاص ماشي. اخد البنت معاه كرهينه وقال لهم لما ابعد عنكم في امن مكان هحررها وهتيجوا تاخدوها. طبعا فان ما كانش عاوزها تروح معاه وقلقان، ولكن ما باليد حيله. الراجل بيمشي فعلا بالبنت والكل مستنيها تتحرر. 2 من العشيره بتاعته واقفين كده كضمان ان هو يعني مش هيغدر بيهم. بس وبعد ثانيه الكل بيسمع اعلان خروج فريق جيانج من البطوله. فان حرفيا بيتجنن وبيحس ان حصل لها حاجه، خلاص هيخلص على الاثنين اللي قدامه. بس بوم بيسمع اعلان تاني بخروج فريق الشخص اللي اخدها من البطوله ومحدش فاهم اي حاجه. على طول فان بيطلع يجري على المكان علشان يعرف ايه اللي حصل وهل فيها حاجه ولا ايه، ولكن البنت بتقابله في الطريق وبتقول له على فين يا عم؟ خليك هنا انا تمام. بتحكي له بعدها على اللي حصل وازاي قدرت تهرب من المجرم وكمان استسلمت. قالت له ان لما المجرم اخدها ومشوا هي غفلته وطلعت حيوانها الروحي وثبتته في المكان. بعدها استسلمت من البطوله وخلته يضربها ضربه خفيفه جدا وخسرته، وبكده هما الاثنين خسروا واخدت كل النقط اللي معاه. هي بنت الجامده بتدي بعدها كل النقط لفان وبتقول له دي هديه مني ليك علشان خفت عليا. بعدها بتركب البتاع ده وبتمشي من المكان قبل ما الجوله الثالثه تبدا. وفي السفينه بقى كان الكل مصدوم من عشيره لينغ بعد اقصائها ل3 فرق مره واحده ووصولهم بعدها للمركز الثاني، وبكده هم عدوا العشيره بتاعت هارو وحرفيا الواد محروق. بعد شويه بقى بيعلن عن بدايه المرحله الثالثه، وفي المرحله ديت الجزيره بتبدا تغرق والكل بيجري يحاول يطلع في اعلى نقطه فيها، وبكده الصدام هيكون مباشر وهيتم اقصاء معظم الفرق. فعلا عشيره لينغ كانت بدات تتحرك وبيخرجوا الحيوانات بتاعتهم وبيستعدوا للقتال. بيوصلوا عند المكان هنا وهوب بيلاقوا هارو فيه. ايوه العشيره بتاعته كلها موجوده وشكله كده مش ناوي على خير وبيبدا القتال. على طول الكل بيتقسم وهارو هيواجه لينج وليون مع بعض، اما الواد ده فبيستخدم الاخطبوط بتاعه وبرجل فان بيشده وخلاص هيقع في البحر. بس الواد في اخر لحظه بيحدف الاساور اللي في ايده الجون وبيقول له دقيقتين وهاخدها منك قبل ما الوقت يخلص. لا عاش على الثقه والله. في الوقت ده كان هارو بدا في القتال وجون هي كمان هتقاتل الواد ده. جون والراجل العجوز ده هيقتلوا الديناصور والكل محتار ومش عارفين يعملوا ايه. تخيل بقى ان فان هيسيبهم كده كتير؟ لا والله. على طول الواد بيمسك السمكه بتاعته في الميه وبيقول للوحش اللي قصاده تمام، بيخليها تهجم عليه وبتتفادى كل هجمات الاخطبوط بسرعه جباره وبتربط كل دراعاته. ما عادش فاضل لفان غير دقيقتين بالعافيه ولازم ينهي الوحش ده فيهم. تخيل بقى انهم قليلين. لا والله. الواد بيخلي السمكه تلف وتعمل دوامه علشان تشفط الوحش ده. صاحب الاخطبوط بره كان فرحان ومفكر نفسه فاز، ولكن ده عندها يالا. السمكه بتشفط الاخطبوط وبتمتص طاقته وفان بيطلع من البحيره بكل سهوله. النبته اللي معاه بتدي للراجل ده رجل واحده وبوم بتخلص عليه. بعدها الواد بيروح على جون علشان ياخد السوار بتاعه منه، وجون لما بيشوفه ما بيكونش مصدق. خلاص بيقول اخيرا جيل هيلحقني وهيخلصني من الديناصور. انت عارف يا عم فان ده انا خبيت صورك معايا وحاربت كل الوحوش علشان بس احميه. الناس كلها حاولت تضربني وتهني ولكني وقفت زي الاسد علشان احمي الصور بتاعك. وهو في الحقيقه اصلا كان عاوز يسرقه صديقي. بيقول له بعدها
لا يلا خد وتعالى ساعدني. بس فان على طول بياخد السوار وبيسيبه ويمشي، والواد نور الحياه في عينه خلاص اتطفى. بيجري فان بعدها على جون وبيوقفها في نص القتال، وبيقول للباندا ما تقلقش انا مش هتدخل في القتال بتاعك، انا بس عاوزك تلون لي السمكه بتاعتي علشان ما حدش يتعرف عليها. بالفعل السمكه بتتلون وفان بيوصل عند هارو واخيرا بيفعل وضع القتال. بيتعصب منه جامد وبيقول له هعرفك مقامك، وده لانه فاكره هو الخاين والسبب اللي حول الحوت بتاعه لزومبي، لان القطه بتاعته هي كمان زيه واكيد ليه ايد في الحوار. ليون هو كمان بيقرر يسيبهم ويساعد جون ضد الديناصور، وشكلهم كده مش هيقدروا عليه. فعلا يا صديقي العيال بتهجم على الوحش بكل قوتها وبغباء، والوحش بيتحرق قدامهم. لسه كانوا هيفرحوا بوم الوحش بيفعل مهارته الخاصه، بيخلص على كل النار وبيستخدمها على الوحش كمان، ومحدش فيهم بقى قادر يتحرك. الديناصور لسه كان هيخلص عليهم وبوم لونغ في المكان. ايوه بيدي واحده للديناصور تخلص عليه، والتنين بتاعه بيوصل متاخر، وشكله كده كان جاي علشان يلحق صاحبه وما يسيبش اي حاجه تحصل له. وطبعا ليون بيشكره والدنيا اخر حلاوه. عند جون بقى كان الباندا مش راضي يسمع كلامها وعمال ياخد ضربات في كل حته. الباندا اللي قصاده كان جامد والبنت مش عارفه تعمل اي حاجه معاه. تخيل انها تفضل كده. لا والله مره واحده البنت بتفتكر الماضي وبتفتكر المعلم فان، بتتشجع جامد وبتمسك الباندا وبتقول له اسمع الكلام. بيهجموا هما الاثنين على الوحش بهجمه ضوئيه وبوم بتعميه، بعدها بيغير شكله زي التاني وهوبا احلى مسا عليك. ايوه كده كمان جون كسبت والكل انتصر وما عادش غيرك يا باشا في القتال. يا ترى بقى فان هيقدر يفوز عليه ولا هيحصل متغير في المعركه دي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه، فما تنساش تقول لي رايك في التعليقات واشترك علشان نوصل 2.5 مليون في اسرع وقت. ويلا سلام سلام سلام.